استمرار العلاقات ديت شيء مش سهل، خصوصا لما تعرفوا طباع بعض الوحشة قبل الحلوة. قصص الصداقة اللي بتكمل سنين ديت مش صدفة، دي فيها كمية تقبل وتحمل ومحاولات تغيير ما تتوصفش. علاقات الحب والجواز اللي بتستمر سنين دي مش حظ ولا سهلة، دي هتحتاج صبر وتنازلات وحاجات كتير قوي عشان تتغير للأحسن. عشان كده من فضلك يا رب تدينا الطاقة عشان نعرف نكمل مع بعض، ونعرف نكمل مع الناس اللي بتحبنا واحنا بنحبهم، ونكمل رغم متطلبات الحياة، ونكمل كمان رغم غلطاتنا اللي كده كده هتحصل عشان احنا بشر. وادينا يا رب قلوب تحتوي وتسامح، وقلوب تعرف تختلف من غير ما تخسر حد. لازم تعرف ان الحب والعلاقات الحقيقية مش بالساهل، ولازم تتعب شوية عشان تكسبها. انتوا عارفين العلاقات الحقيقية الحلوة ديت هي طوق النجاة في الحياة الصعبة اللي احنا عايشينها ديت. مفيش أجمل من إنك تشوف الناس اللي انت بتحبهم وهم عايشين مبسوطين، وتلاقي الواحد عايش ومستقر وعايش حياته. هي ديت العلاقات اللي أنا بقولك عليها، العلاقة اللي تلاقي نفسك فيها مستقر وحياتك كلها تمام. هي ديت العلاقات اللي انت تكمل فيها. من الحاجات المهمة في العلاقات هي فكرة إنك مش لوحدك، مش بتعاني لوحدك، مش بتمشي لوحدك. حقيقي ساعتها كل حاجة بتبقى سهلة وخفيفة طالما معاك واحد بيحبك وبيشيل عنك. الوجع بيشاركه معاك والمشاكل بيحلها معاك، وهتلاقي المواضيع سهلة عشان انت مش شايلها لوحدك. انت عارف العلاقة سواء كانت حب او صداقة، لما تلاقي فيها واحد في ظهرك بيحبك يبقى الموضوع مختلف خالص. طب انت عارف في الحب والجواز لما تلاقي واحدة في ظهرك كده بتحبك، هتخاف عليك وهتسندك وقت ضعفك، وهتقف معاك وانت ضعيف، وهتلاقيها فرحانة وانت ناجح، وهتشوف الفرح كله في عينيها لما تنجح وتحقق احلامك. استنى، انا عايز اقولك، انت عارف انت لو لقيت الست ديت يا هناك يا سعدك، بس هتبقى لا مؤاخذة لو انت فرطت في ديت. وبرضك الصاحب الجدع، لو انت ليك صاحب جدع وانت عارف اللي هو جدع، حافظ عليه وإياك تخسره. وبرضك يا صاحبي إياك تخسر نفسك. أنا خلصت. إياك ما تشتركش في القناة. يلا سلام.